السلام عليكم احبتي، مرحبا بكم دائما في قناتكم قناه احمد للوصفات الطبخ والتدابير المنزليه. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا هذه الاكله الشهيه سهله وبسيطه، تحتاج برك البطاطا ومكونات بسيطه، اكيد راح تحضروها في ثواني. عندنا كما راكم تشوفوا جبت هنا حبات بطاطا، هنا حسب عدد افراد الاسره ولا قد الكميه اللي راح ديروها. تغسلوها مليح، هي مليحه تكون البطاطا البيضاء هذه، ولا تقدروا حتى تستعملوا البطاطا الحمراء. تجيبوا هنا ديروا لها شويه كميه تاع الزيت ورشه خفيفه تاع الملح. ديروا بابي دالومنيوم، كل حبه تحطوها في بابي دالومنيوم وتغلفوا عليها. هذا يبقى اختياري باش طيب لنا البطاطا مليح. بعد ما ديروا البطاطا تاعكم كامل في بابي دالومنيوم، تحطوها كامل كيما هكا. حابين تحطوها في الفور ولا في الكويزينيير، ولكن انا استعملت هذه المقلاة الهوائيه، كنت شاركتها معكم من قبل. يعني طيب ما شاء الله، الطياب تاعها يجي مليح ويطيب حتى البطاطا لداخل. تحطوها فيها وتخليوها تعطيوها مده حتى طيب. هنا تقدروا يعني كي باش تعرفوا بلي طابت لها، تقدروا تجبدوا الحبه وتطلعوا عليها تقريبا تحكم لكم ساعه. في الوقت اللي البطاطا فيه طيب، انا هنا راح نوجد الحشو يبقى اختياري. درت هنا كميه مليحه من الكزبر او الدبشه، درت شويه زيتون اخضر. قلت لكم هنا الحشو يبقى اختياري. درت هنا علبه تاع الطون، تحبوا ديروا بالطون، تحبوا ديروا دجاج ولا فيونداشي، طيبوه شويه وتحطوه معاهم. هنا درت ثاني كميه من الجبن، اي نوع من انواع الجبن اللي عندكم. انا هنا درت اوكيدز، شويه من الجبن اوكيدز، يعني ولا ديروا مثلثات. هريسه، انا اللي يحب الحرار يزيد شويه هريسه. تقدروا ديروا اي نوع من انواع الاجبان كما قلت. هنا تخلطوا المكونات مليح وتحطوهم جانبا. انا هنا رجعت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا هي سخونه وطابت مليح. طليت عليها شفت لقيتها طابت، حليت حبه. هنا راح نجبدها كامل ونخليها تبرد غير شويه برك. ومن بعد ندير لها الحشو تاعها، نشوفوا كما هي طابت. هنا تحلوا الحبه تاعكم، عدلوا البابي دالومنيوم كيما كان هاك بالطريقه هذه. قلت لكم هي سهله، خاصة يعني الانسان كي يعود مش قاعد ولا يقدر يستعملها كمقبله، يطيبها كمقبله. هنا هي سخونه شويه. تحلوها بالموس. واش ديروا شتو هذاك اللي يكون لداخل البطاطا اللي طايبه لداخل، هنا باش ما تجيكمش مسوسه، ما تجيكمش ما فيهاش الملح. ذروا عليها شويه ملح، ولا تحكموا تنحيو شتو هذاك البطاطا، تقدروا تنحيوها من كل حبه وتخلطوها مع الحشو اللي كنا درناه وديروا. ولا انا بني راح لي الحال اللي هذا خدمتها بالطريقه هذه برك. هنا قلت لكم ديروا رشه تاع الملح باش ما تجيكمش مسوسه. حركوا البطاطا لداخل مليح باه يدخل لها الملح، ولوحوا الحشو تاعكم هذاك. هنا باش ما تجيكمش يعني صامته، انكم ما ديروش فيها الملح تجي صامته. تقدروا كما قلت لكم تنحيوا هذاك اللي داخل البطاطا اللي طابت، تعاودوا تلوحوها في الحشو وتعاودوا تعمروا الحبات تاعكم. هكا نعمرها مليح وندير جميع الحبات بنفس الطريقه. من بعد تعاودوا تحطوها في بلا يدخل للفرن، وتحطوا عليها شويه جبن مبشور هكذا، وتعاودوا ترجعوها في الفرن باش يذوب لنا هذاك الجبن المبشور. انا هنا عاودت رجعتها في المقلاة الهوائيه. خليها يعني 5 دقائق ولا اقل، يعني اقل من 5 دقائق فقط يذوب هذاك الجبن المبشور، تقريبا 2 دقائق خلاص تلقاوه ذاب. هنا بعد ما جبتها شوفوا الشكل تاعها ما شاء الله. الذوق تاعها ثاني بنينه بزاف خلاص، والطريقه تاعها سهله. يعني حتى بنتك الصغيره تقدر ديرها، سهله وبنينه، يعني حتى الذوق تاعها تكون مختلف وبنين بزاف خلاص. جربوها واعطوني رايكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. الى اللقاء.